تعالوا أحذركم حزورة. شنو تتوقعون هاي المارقة اللي هنا جوا؟ يمكن مبين شوية بس قولوا لي شنو تتوقعون. طبعا هاي المارقة واكثر مروقاتنا، يعني انا كلش احب اسويها قبل بيوم. يعني اخلي اللحم يستوي واحط الخضار، ان كان بامية لو باذنجان لو لوبيا لو اي شي يعني، واوقف طبخها. مجرد ما احط الخضار احطها بالثلاجة، وبيوم اللي يعني اريد اقدمها اطلعها واكمل طبخ. طبعا تطلع هواي اطيب، صدقوني المرقة من تبات اذا تكون يعني خصوصا ما مطبوخة 100% وتطبخوها بنفس اليوم تاكلوها تطلع تجنن. اما بالنسبة للحلويات اليوم فشفت شغلة بالمحل كلش عجبني اجربها، هي هاي الكنافة بالجبن جاهزة، بها قياس، يعني هذا قياس صغير كلش صغير يعني، واكو قياس اكبر. اول مرة اشوف هيك شي، واول مرة راح اجرب هيك شي، وحتى ما اعرف شنو طريقة شلون الواحد يشويها. هسه راح اشوف. وحتى بيها شيرة هم تجي وياها. شوفوا طلع وياها حتى فستق، زين فستق وشيرة. ترى كلش صغيرة بقى، يعني بقد شف ايدي، صغيرونة ما شخصين. قرأت شوية من ورا مكتوب انه الافضل، يعني الافضل نتيجة انه الواحد يطلعها ساعة الى ساعتين قبل لا يطبخها، ويعني يقدر يسويها بالفرن او بالميكرو او بالفرن. وما تاخذ وقت هواي، بالميكرو يقول لك تقريبا دقيقة، وبالفرن 6 إلى 8 دقائق على حرارة 200. وهذا فطورنا اليوم. طبعا سويت قدر دولمة صغير إلنا لليوم. وهاي اللي نازل حزرة الباذنجان، صح كان. هاي صار وقت الاسترخاء والتحلاية. هاي الكنافة اللي قلت لكم عليها اليوم اريد اجربها، حميتها بالمايكروويف دقيقة. وهاي تشيز كيك مال جنى مال البارحة، صديقتي جابت بقلاوة. هاي نمنمات وذن السوالف، واكيد اكيد الشاي من ننساه. خلينا نشوف هاي شلون طلعت. متى تطلع وياي؟ لازم اجيب شي غير السكينة اشيل بيه.